السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، كل حبايبكم طيبين يا رب وبخير. بصوا يا جماعة، في موضوع كده كنت عايزة اتكلم معكم فيه. كنا قاعدين كده مع ناس صحابنا يعني، وبعدين جت واحدة قالت يا جماعة انا كنت عايزة اخد رأيكم في موضوع يعني. فقلنا لها اتفضلي. فاحنا طبعا كان معانا يعني ناس محترمة وحافظين القرآن وناس يعني ونعم يعني. فهي حبت تاخد رأيهم يعني في موضوع يخصها يعني. فطبعا انتوا ما تتخيلوش هي كانت بتتكلم في ايه. احنا بجد كلنا اتصدمنا. احنا قلنا هتتكلم في يعني حاجات سهلة، مثلا اي حوار، مشكلة مع جوزها، مشكلة مع حماتها، الحاجات اللي هي الطبيعية اللي بتحصل دي عادي يعني. وقلنا مثلا عايزة تاخد نصيحة من اختي ليها وكده يعني. بس فما حطيناش في دماغنا خالص ان يبقى الموضوع كبير اوي كده. هو مش كبير، ده مصيبة، دي كارثة يعني. بتقول الست دي بتقول ان انا كنت يعني وما زالت يعني ماشي بتعمل اسحار واعمال وحاجات مش كويسة. بس بتقول هي كانت بتعمل حاجات من ابشع ما تتخيلوا. هي اصلا ما كانتش يعني بتحب الناس يعني. هي واحدة عندها غل فظيع في قلبها من الناس يعني. لو واحدة مثلا احسن منها، لو واحدة متعلمة وهي اصلا مش متعلمة، لو واحدة مثلا بتلبس كويس، لو واحدة شكلها حلو، لو واحدة يعني جوزها مثلا مريحها او مهنيها او حاجة زي كده، هي كان بيبقى عندها حقد كده من جواها. طب هو دي ليه وانا لا؟ هو انا معرفش يعني. فيعني المفروض ان كل واحدة ربنا قسم لها بحاجة في الدنيا دي لازم تقول الحمد لله، يعني نرضى بما قسم الله لنا هنكون اغنى الناس. ترضي بما قسم الله لك تكون اغنى الناس. لكن بقى ابص لدي وابص لجارتي وابص لسلفتي وابص لعمتي وابص مش عارفه مين، لا لا لا، الحاجات دي وحشه قوي قوي قوي. وبعدين ما بيعملش الحاجات دي الا اللي بتبقى طالعه بقى يعني من مكان يعني مش عايزين نتكلم، ما علينا. الست دي بتقول انا عملت اعمال سفلية من اقذر واحمق الحاجات اللي هي ممكن تأذي اي بني ادم خلقه ربنا. فبتقول لها انت بتقولي ايه؟ انت بتتكلمي جد ولا انت بتقولي ايه؟ قالت لها والله انا بتكلم بكل صراحة، وانا عايزة اخد رأيكم. انا عايزة اتوب بس مش عارفة. طب ازاي عايزة تتوبي ومش عارفة ازاي؟ قالت لهم انا جيت في يوم كانت سلفتي دي متعلمة ومخلصة جامعة يعني، واحنا قاعدين عايشين في بيت واحد، وكانت بتحبني قوي قوي قوي. بصوا بقى يعني بتحبني قوي وكانت مخلصة، وعمرها ما عملت لي اي حاجة خالص، ما اذتنيش في اي حاجة خالص في حياتي، وكانت ست كويسة وبتعاملني كويس ومعرفش ايه. بس انا كان عندي منها نوع من انواع الغل كده جوايا. فحطيت في دماغي بقى ان انا لازم اذيكي. فراحت لواحد دجال، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. طبعا هي تعرفه، احنا ما نعرفش القرف ده. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحدة خلقها ربنا تفكر. بص، تفكر بس، مش لسه ولا عملت، لا تفكر. مجرد تفكير انها تأذي اي حد من انواع البشر اللي ربنا خلقها. حسبي الله ونعم الوكيل فيها. دي راحت عملت لها، قالت لا، حطيتها بقى في دماغها بقى، وراحت عملت لها العمل السفلي ده. بتقول كلفت العمل ده 5000 جنيه. هو انتي شغالة ايه؟ ولا جوزك شغال ايه عشان انتي رايحة تعملي عمل لسلفتك تدفعي 5000 جنيه؟ يا دي النصيبة، يا ريت على الفلوس، يا دي النصيبة.
دي عملت يعني الحاجة الوحشة قوي قوي. يعني مش موضوع فلوس، فلوس مش مشكلة بتروح وتيجي، لكن عشان تأذيها عاصت ربنا، عاصت ربنا اللي خلقها، عاصت ربنا. يعني المعصية اللي هي عملتها الوحشة قوي قوي قوي، طبعا انتوا فاهمين كلامي كويس، هي عملت ايه. وغير كده راحت دفعت فلوس كمان، يعني عاصت ربنا ودفعت فلوس كمان، كل ده عشان تأذي الست الطيبة اللي دخلتها بيتها وأكلتها وشربتها وكل حاجة، ودفعت 5000 جنيه. قالت له ايه بقى؟ انا عايزاها ما تنامش الليل، دي حاجة، تبقى على طول مشتتة، الحاجة التانية تبقى هي وجوزها في بينهم حرب، يعني بصوا خناقات ومشاكل وبهدلة، وعايزة جوزها ده ولا يطيقها ولا هي تطيقه، يعني بالنفور. عملت انها يبقوا هما الاتنين بينفروا من بعض، عندهم نفور من بعض كده، مش طايقين بعض يعني. وتبقى حياة جوزها ده متبهدلة ومتمرمطة، وهي نفس الحكاية. وفضلت يعني تعدل له حاجات كتير قوي، ما عايزه بقى دفعه، الست دفعه مكلفه 5000 جنيه، يعني حسبي الله ونعم الوكيل فيها، يعني 5000 جنيه. وراح الراجل قال لها ماشي، ما هو دجال بقى، ماشي تعالي. راحت، اللي ربنا ينتقم منها ان شاء الله اشد انتقام، ماشي. راحت وعملت اللي هي حطته في دماغها للست دي من الاذيه يعني. والراجل عمل لها، بتقول روحت البيت في نفس اليوم سمعت صوتهم قد كده، خناقات ومشاكل هي وجوزها، وضربها وبهدلته وبهدلها ورماها من على السلم وطلعت تجري في الشارع وما اعرفش ايه، والناس جابوها ودخلوها وما اعرفش ايه ومعلش، وحاولوا يعني ايه يعني يصالحوا بينهم وكده. الراجل هدي شويه وهي هديت شويه. تاني يوم حصل نفس الحكايه، فضلت وراها لحد لما خلاص يعني الموضوع بتقول ما اتكلفش، ما عادش شهرين وجوزها طلقها، وجوزها اترفد من الشغل، والبيت كله اتشرد. بتقولي كنت قاعده كده فرحانه مبسوطه، يعني انها عملت انجاز، يعني انها عملت انجاز، خربت بيت وبهدلت الراجل والست والعيال طبعا اتبهدلوا هم كمان. فطبعا احنا قاعدين بنسمع الكلام ده، احنا عايزين نقوم بقى، مش عارفه اقول لكم ايه، نجيبها كده من شعرها ونقطعها ونرميها للكلاب ده كلها، مش عارفين نعمل فيها ايه بصراحه. فجت قالت ايه كمان، قالت لها ماشي، وعملت ايه تاني يعني، هو ده بس المره دي؟ قالت لها لا، ده انا عملت كمان عمل سفلي لمرات اخويا. قالت لها مرات اخوكي؟ قالت لها اه. قالت لها طب مرات اخوكي ليه؟ قالت لها علشان امي كانت بتحب مرات اخويا اكتر مني، واحنا 5 اخوات، وهي اكتر حد كانت امي بتحبه. قالت لها طب ما اكيد كويسه. قالت لها لا، هي كويسه، بتخدم امي وشايله امي وبتاكلها وتشربها واخده بالها، يعني واخده بالها من امي. اقوم انا اذيها ولا اشيلها على راسي من فوق واقول لها كتر الف خيرك وربنا يخليكي يا بنت الاصول، يا اللي طالعه من بيت ومقصله واهلك ربوكي، واحترمها واجيب لها هديه وابقى انسانه مبسوطه. انا قاعده في بيت اهلي مثلا وعارفه ان امي مرتاحه، عارفه ان في مثلا اخت ليا هناك مكاني شايله امي واخده بالها وبتسمع كلامها وبتخدمها وكل الحاجات دي. لا، دي ازاي بقى؟ دي ازاي دي؟ ما انا ما اعرفش الشيطان ده راكبها ولا عامل فيها ايه، لا ما اعرفش بجد. استغفرك يا رب واتوب اليك. راحت رايحه عملت هي استحلتها على فكره، دي واحده اصلا قذره، فهي يعني القذاره بقت بتجري في دمها، فعشان كده طز في الفلوس عادي وتروح تاذي، ما هي عشان واحده قذره مش كويسه اصلا وما تربتش كمان. راحت رايحه وعامله لها نفس العمل ده، بس عملت ايه بقى؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيها. عملت لها بالمرض الوحش، وفضلت يا حبيبتي سنه كامله جوزها، يعني ما صعبتش عليكي؟ سنه كامله جوزها عمال بيعالج فيها سنه كامله، ماشي، ورايحه على الدكاتره وجايه على الدكاتره، وهي قاعده منسجمه خالص، يعني هي مبسوطه قوي وفرحانه قوي انها عملت كده واذتها، ورايحه للدكتور وجايه للدكتور.
الست خلاص الدكتور قال خلاص دي ما يعني اتمكن من جسمها، الست توفت. بعد قد ايه؟ بعد السنة دي ما خلصت الست دي توفت. دي تاني مصيبة تعملها. تمام. جت فبتقول لها طب ازاي انت قدرتي وقلبك مش وجعك؟ طب انت كنت بتشوفيها طالعه داخله وجايه من عند الدكتور وبتتألم من الوجع، انت قلبك مش وجعك؟ قالت لها لا انا بالعكس، انا كنت مبسوطه جدا ومكفيش اي حاجه خالص، انا حاساها عادي يعني. في ايه تاني؟ قالت لها واحده سلفتي بقى التانية، ماشي، سلفتي التانية كانت على طول بتنزل ولابسه حلو ولابسه شيك، وكل يوم بتخرج هي وجوزها ويفسحها وبيخرجها وطالعه بحاجات حلوه ونازله بحاجات حلوه ومعرفش ايه والكلام ده. قالت لها وبعدين؟ قالت لها هي كمان عملت لها عمل، بس عملته لها بقى بالجنون، انها تتجنن وتمشي في الشارع هي مش عارفه هي رايحه فين. بتقول هو شهر اللي عدته في البيت في مشاكل ومصايب وتعب ومعرفش ايه، وبعد كده مشيت وما نعرفش. فالست مشيت مش عارفين راحت فين لحد دلوقتي، وطبعا ماشيه كده في بلاد الله الخلق الله، الله اعلم هي دلوقتي فين ولا راحت فين، ولا محدش عارف عنها اي حاجه خالص، ولا اهلها ولا هما ولا جوزها ولا اي حد. انتي بقى ايه اللي انت كسبتيه؟ يعني ايه الحاجه اللي خلتك يعني تبقي مثلا دلوقتي قاعده ومزاجك عالي قوي وبتتفرجي على الناس وهي متبهدله ومتشحططه وخربتي بيتهم وعملتي حاجات كتير؟ ايه بقى؟ ايه الحلو اللي في الموضوع ده؟ ايه هو يعني؟ وبعدين ايه الالوفات اللي انت عماله تدفعي للدجال ده؟ كل واحده ب5000 جنيه؟ راح تعصي ربنا وراح تدفعي فلوس كمان؟ ده ايه ده؟ ايه ده؟ لا انا ما شفتش بصراحه، ما شفتش كده ابدا في حياتي. بصوا يا جماعه، دلوقتي مفيش امان لاي مخلوق خلقه ربنا على ظهر الارض. ولا تقولي بقى دي صاحبتي ولا مش عارفه بنت مين ولا بنت، انا بس مش عايزه اقول مثلا فلانه وفلان، لا انا مش هقول حد، بس انا عايزاكم انتوا من نفسكم تعملوا كنترول على كل حاجه في حياتكم. مفيش واحده تدخل بيتك، مفيش واحده تديها الثقه اللي بيها تدخل بيتك وتدخل اوضه نومك وتاخد طرح من عندك. دي من يعني من قله الادب بتاعتها كانت بتسيبها واثقه فيها. دي واحده واثقه فيها عشان ما عندهاش غدر ولا عندها خيانه ولا عندها اي حاجه، دخلتها بيتها واوضه نومها، عشان كده اخذت الطرحه منها اللي عملت عليها العمل. يعني هي اخذت طرحه من طرحها وعملت عليها العمل. فكانت كل واحده بتدخل بيتها بتاخد منها حاجه. ليه يا عيني؟ هم واثقين فيها، مش مدين خوانه، مش ممكن ابدا ابدا انها مثلا ممكن في يوم من الايام تعمل كده او تاذيهم او حاجه زي كده. لكن هي طلعت حيه حيه حيه. يعني اللي اوحش من الحيه ايه بقى؟ ما اعرفش، يعني اوحش حاجه في الدنيا. طب انت مش خايفه من ربنا وانت على معصيه وانت بتعصي ربنا مع واحد حسبي الله ونعم الوكيل فيه؟ تمام. وانت قاعده بتاذي واحده وبتعصي ربنا في نفس الوقت. انت ما خفتيش؟ انت ما خفتيش ربنا يقبض روحك في اللحظه دي وتروحي لربنا وانت بتعملي ابشع حاجه في الوجود؟ انت ايه يعني؟ انت ايه ده؟ انت قلبك ده ايه؟ انت ايه اصلا؟ انت ازاي ما خفتيش وما جالكيش ورع ولا فزع ولا خوف من الله، وجايه دلوقتي تعيطي وتقولي ده اصلا انا عايزه اتوب؟ عايزه ايه يا حبيبتي؟ عايزه اتوب. تتوبي بعد ايه؟ قتلتي واحده؟ يعني انت جايه عايزه تتوبي دلوقتي وتفتكري ربنا بعد كل اللي انت عملتيه ده؟ انت كنتي مغيبه يعني ساعتها ولا كنتي عامله ايه ساعتها؟ كنتي فين انت؟ وبتقول انا يا جماعه انا خايفه اروح الازهر، اصل انا لو رحت الازهر هيبهدلوني. ما هو هيبهدلوكي؟ دول هيقطعوكي. بهدلوكي ايه؟ ده مش بعيد يقيموا عليكي الحد. بهدلوكي ايه؟ انت عملتي حاجات من ابشع يعني ما تتخيلي. وكل ده عشان ايه؟ انت انسانه عندك غل وعندك حقد ومش كويسه ومش راضيه باللي ربنا قاسمهولك ومش راضيه بالعيشه اللي انت عايشاها وبتحقدي على الناس ومش حابه لهم الخير ومش حابه لهم السعاده. كل ده يعني انت عملتي كل ده علشان خاطر الحاجات اللي هي الدنيويه دي، لكن ما بصيتيش
لان انت اللي انت عملتيه ده ازاي هيبقى ليكي عقاب من ربنا فيه؟ بصراحه انت فظيعه. انا مش عارفه اقول لك ايه غير حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. ولسه عقاب ربنا، لسه عقاب ربنا. ربنا هيعاقبك، لان ربنا سبحانه وتعالى مش يرضيه ده ابدا، ولا ان انت تاذي عبد من عباده. وانت قتلتي، انت مش اذيتي بس، ده انت قتلتي وخليتي الست سابت بيتها وجوزها وعيالها وماشيه في الشارع كده، جننتيها. يعني انت عامله لها بالجنون وانها تجري في الشارع. طب اللي انت استفدتيه ايه؟ طيب انت استفدتي ايه؟ انت ربنا هينتقم منك في الدنيا وفي الاخره، لان ربنا مش بيضيع حق حد ابدا ابدا ابدا. ان الله يمهل ولا يهمل، فمستحيل ربنا يضيع حق الناس دي ابدا. والست اللي راحت غدر، واحده زي كده مش كويسه، الست دي راحت غدر منك انتي، كل ده عشان امنتك. محدش يدخل بيتكم يا جماعه، محدش يدخل بيتك، محدش يدخل اوضه نومك، ما تعرفيش اي حد حاجه عن حياتك، ولا صاحبتك ولا اختك ولا قريبتك ولا عمتك ولا خالتك. والله العظيم والله العظيم ما بيبهدل الواحد في حياته الا القرايب. المصايب ما بتجيش الا من القرايب، الا من رحم ربي. يعني الناس اللي هي من كتر ما الواحد بيشوف في حياته ما بقاش، يعني ممكن الواحد يشك في نفسه، ما يبقاش عنده ثقة في نفسه من كتر. يا ريت يا حبايبي كل واحدة تاخد بالها بقى من نفسها، وما تديش ثقتك كده غير لأهل بيتك بس، ما تثقيش في أي حد خالص، وبالذات الصحاب يعني، ماشي؟ عشان ما بيجيش الغدر من الصحاب يعني، ودايما الصحاب بيحقدوا على بعض وبيغيروا من بعض والحاجات اللي احنا فاهمينها دي. فالواحد يبقى مع نفسه كده احسن، وتاخدوا بالكم من نفسكم. وهي بقى بتسأل يعني انا ربنا هيتوب عليا؟ احنا طبعا ما نعرفش الكلام ده، احنا ما دخلناش في علم الغيب. التوبه دي بتاعت ربنا، والحساب بتاع ربنا، والعقاب بتاع ربنا، احنا ملناش دعوه، احنا لا نفقه اي شيء. انت بقى حسابك عند ربنا. لو انت عايزه تتوبي بقى ما اعرفش يعني اقول لك ايه بصراحه. هما بصراحه كلنا مصدومين ومش عارفين نرد، وجالنا حاله كده من الحاجات اللي يعني اللي احنا مش طايقينها، مش عارفين نعمل معاها ايه. حاجات كتير كده حصلت. بصوا يا جماعه، واحد مش هيقدر يقول اي حاجه خالص غير حسبي الله ونعم الوكيل فيها، وفي اللي كان بيعمل لها الاعمال الوحشه دي، وفي اي حد ما يتقيش ربنا وما يخافش من ربنا ويتجه للحاجات الوحشه دي. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. وكل واحده تخلي بالها من نفسها ومن بيتها ومن عيالها ومن شقتها، وما تدخليش اي حد بيتك، ومش اي حد يدخل بيتك غير اهلك بس، الناس اللي انت تثقي فيهم. غير خلوا بالكم من نفسكم. اللهم اني بلغت، اللهم فاشهد. ويا رب الفيديو يكون عجبكم وتسمعوا للنهاية وتاخدوا بالكم من نفسكم وتعملوا لايك للفيديو، واللي ما اشتركش في القناة يفضل ينورني ويشترك في القناة. واشوفكم على خير وبكل خير وصحة وسلامة وسعادة، وبعيد عنكم كل حاجة وحشة يا رب عننا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع السلامة يا حبايبي، اشوفكم على خير ان شاء الله.